معطوب الناس رحمه الله مات مسلما، مات مسلما، شهادة نعطيها لكم يعني. ارتكب أخطاء، ولكن من السبب في تلك الأخطاء؟ نقول لكم أنا واش صرا له. كان يقرا في الثانوي الشافعي، قرا في الثانوي الشافعي، باباه كان يخدم كويزيني، مراقب العام صاب في المحفظة تاعو كتاب على الأمازيغية، كونساي ديسيبلين اكسكلي دو ليسي. قال لهم علاه؟ قالوا له انت وليد فرنسا نتايا كيفاش تقرا الامازيغيه؟ يا ودي لغه الامومه تاعي، انا ما عمري ما خرجت من منطقه القبائل. لا انت وليد. واش قال؟ قال لك حضارتنا العربيه الاسلاميه، تشوفوا في زمان الحزب الواحد، حضارتنا. قال لك هذا المفهوم ماهوش ضد الاسلام، ماهوش ضد العربيه، لانه كان يغني دحمان الحراشي، كان يحب دحمان الحراشي معطب الناس. قال لك هذا المصطلح هذا المصطلح الذي يرفض لغه امومتي وديابلو. فبدا هو ما قراش بزاف يعني، فبدا يدير تصريحات شويه موجعه يعني كذا الى اخره، ولكن الاقصاء هو اللي يدفع الى ذلك الموقف. ومن اروع الاغاني والسبنا احنا المرابطين، ما تقولوهاش ايها الصحفيون هذه، ما توظفوهاش يعني خارج يعني، ما توظفوهاش، سبنا احنا المرابطين. ولكن انا في الكتاب هذا معالم الاغنيه القبائليه تكلمت عليه، درت عليه مقال 4 حلقات في الشروق، 4 حلقات، مش عارف الناس ما 4 حلقات. ولكن القلب نتاعو لم يستطع ان يتخلص من الثقافه الاسلاميه. لا الحرام لم يستطع ان يتخلص في الاغاني نتاعو من الامتداد العربي. اي ثبير الشام سيوضا سلام، يا حمام الشام بلغ لهم السلام. أين دينا راه أي ثبير نجرجر سيوضا سلام، أين دينا راه أي ثبير نفقايت سيوضا سلام. لماذا؟ لأن الامتداد العربي موجود في الثقافة الأمازيغية، وأنتم تعلمون جيدا أن الذي ناقش ابن تيمية، ناظر ابن تيمية، هو من أثمنجلات، أبو روح عيسى المنجلاتي. تعرفوا الألفية ابن المعطي الزواوي، البصيري مندلس، بصيري مندلس،